يعني القضايا الكبرى في العالم العربي أخذت العالم العربي من الصومال وأوغادين، هل تعتقد أن ذلك مبررا كافيا أم أن الأمر أصبح أكبر من كل التفاصيل الحادثة؟ كلا، لا أوافق هذا ولا أراها مبررا. خليني أعطيك بس شيء بسيط جدا. أوغادين هذه كم كيلومتر مربع تعرفها؟ 500,000 كيلومتر مربع، يعني أظن أكثر من عشرات المرات من فلسطين، ولا أدري إذا كانت العراق تساوي. هذه المنطقة بهذه الكثافة وسكانها يتشرفون بأنهم من أصول عربية ومسلمة، ننساها بهذه البساطة. و300 سنة كانت حاضنة للعروبة والإسلام والحضارة مدينة هرر. فلا أرى مبررا لهذا التجاهل، إنما أراه قصورا. أراه أننا أو الإخوة الذين لا يهتمون بهذه الأمور من المسؤولين آثمون أمام الشعب والتاريخ. فينبغي بل نطلب تغيير نطلب من الإخوة العرب الحكام والمنظمات والشعوب. آخر صورة التي عرضت الجزيرة يكفي. ما قدمته الجزيرة من هذا الإقليم من مناظر سيئة، حتى تحرك وقطعت إثيوبيا العلاقات حفيظة الأمم المتحدة يعني في قبل شهرين أصدرت الأمم المتحدة تقرير تتحدث عن حقوق الإنسان في أوغادين وما تعمل القوات الإثيوبية، وأدان الكونغرس الأمريكي مرتين. فأولى وينبغي للإخوة العرب أن يدينوا ويتكلم عن الاحتلال الإثيوبي. الآن قطر متضررة لأجل ما قدمته الجزيرة عن أوغادين، ويكفيها شرف أنها الدولة الوحيدة التي تضررت لقضيتنا، نعزي لها، لكن نقول أنها شرف ومفخرة لقطر، وإن شاء الله تعالى سيمر علينا يوم نرد الجميل بالجميل. طيب سيد حسيني، يعني البعض يخشى قوة إثيوبيا ومن وراء إثيوبيا وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. هل هي إثيوبيا تشكل هذا الخطر الحقيقي على الوطن العربي؟ أطماع إثيوبيا إلى أي حد وقوتها؟ كيف تتعاملون مع قوة إثيوبيا؟ أولا أضمن للأمة الإسلامية والعربية ينبغي أن يخاف منا ولا ينبغي أن نخاف عن غيرنا. لماذا؟ لأننا نملك الإنسان البشر الذي يؤمن إيمان قوي بما يريد، في حين الأمم التي تواجهنا كلها على مبادئ أو أمور لا تسمى للمقاومة. ونملك أكبر مخزون مالي خليج وإلى ما هنالك من النفط وغيره، ونملك أسمى الرسالة، وبناء عليه نمرض ولا نموت. ثم بالنسبة لإثيوبيا ومن وراها، ما هي إثيوبيا أصلا؟ إثيوبيا كيان مصطنع لا حقيقة له. أعطيك مثال بسيط. هناك أكثر من 80 لغة في إثيوبيا، يعني ليس هناك لغتان متساويتان، هناك أكثر من 12 قومية تختلف كل قومية عن الأخرى. هناك أكثر من 5 جبهات مسلحة ضد النظام الإثيوبي، اقتصادها يعتمد 80% بالدعم الغربي. فأقول يا أحبابي، إثيوبيا ومن وراءها هش في هش، وشيء بني على أركان واهية، ولا أرى مبررا للخوف من دولة إفريقية لا مصادر لها ثم لا بحر لها أصلا. لماذا الآن تستولي إثيوبيا على الصومال؟ لأن 70 مليون لا منفذ لهم بحريا، ولا يجمعهم لغة ولا يجمعهم دين ولا يجمعهم تقاليد. فبناء عليه إثيوبيا كيان مصطنع، وهي باقية لضعفنا ليست لقوتها. طب أخيرا وبإيجاز، الحل الذي ترونه مناسبا؟ الحل الذي نراه مناسبا كالآتي: 1. توقيف أو إيقاف التوسع الإثيوبي في المنطقة. استولت على أوغادين، ثم اليوم استولت على مقدشو، وبكرة ستستولي على مومباسا ولا تتوقف، وربما تهدد على جيبوتي. إذن إيقاف التوسع الإثيوبي في المنطقة وإبقائها في هضبة الحبشة المعروفة بها، وإعادة التكراويين إلى من أينما جاءوا، هذا هو الحل. الآن الحدود الإثيوبي الإريترية، لماذا؟ لأن إثيوبيا مهاجمة وتستولي على أراضي إريترية. استولت على الصومال، استولت على أوغادين. نحن أمام مشهد غزو، توسع، استعمار، عدوان في المنطقة، والسكوت عنها يعني فقد القرن الإفريقي ككل. وبناء عليه فلا حل إلا بإخراج الإثيوبيين عن أوغادين وعن الصومال وعن الحدود الإثيوبية الإريترية. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد إبراهيم. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام من مباشر مع السيد إبراهيم محمد حسين رئيس جبهة تحرير إقليم أوغادين. غدا إن شاء الله مع اتصالات جديدة ورسائل جديدة وضيف جديد، نلتقي في حلقة جديدة من مباشر مع. إلى اللقاء. أوغادين هي الأرض الوحيدة التي لو بعث أبو البشر آدم عليه السلام لعرفها دون ما مشقة. مقولة تجري على لسان كل المواطنين هنا للتعبير عن حياة البؤس والحرمان التي يعيشونها.
منذ قرابة عام كامل والشعب كله يرزح تحت حصار خانق لا يعرف أحد إلى متى سيدوم. الحديث عن الأدوية وماء الشرب وحتى عن الطعام في بعض المناطق يعتبر من فضول الكلام. قد لا تصدق مريم عبدي تعيش مع أولادها الأيتام في هذا البيت الذي بالكاد يقيه من البرد والمطر. بعد تعب شديد كما تقول حصلت على ما تطعمهم الليلة، لكن قلقها يتضاعف مما يحمله قادم الأيام. فرض علينا حصار اقتصادي وارتفعت الأسعار بشكل جنوني حتى وصل بنا الحال أن نشتري كل ما نملكه بكيس واحد من الطعام. إننا نعيش حياة صعبة. إبراهيم عبد التقينا به صدفة هنا، شارك في حرب 64 و77 من القرن الماضي بين إثيوبيا والصومال في هذا الإقليم. امتد به الزمن كما يقول ليعيش حربا من نوع آخر. ما حدث في هذه المنطقة لم يحدث في أي بقعة من العالم، لا في فلسطين ولا دارفور. يقتل الناس وتغتصب النساء وتذبح البهائم بهدف إبادتها وتنهب الممتلكات، والفاعلون هم جنود الحكومة التي من المفترض أن تحمينا. وعلى الرغم من ادعاء الحكومة الإثيوبية رفع حصارها عن الإقليم، فإن الوضع على الأرض يشير عكس ذلك. فمنظمات الإغاثة لا تزال ممنوعة من العمل في الإقليم، الأمر الذي يفاقم الأزمة إلى أكبر حدودها حسب ما حذرت منه بعض منظمات الإغاثة. ومع صعوبة العيش فإن نبض الحياة لم يتوقف. هذه الأنعام كما يرى سكان الإقليم هي حصنهم الحصين ضد أي حصار أو تضييق يتعرضون له في سبيل ما يقولون إنه حقهم المشروع في الحياة بحرية على أرضهم. القوات الإثيوبية أبادت مواشينا للضغط علينا تمهيدا لإخضاعنا، لكنها لم تستطع ذلك. ما نخشاه أن تسمم المواشي للتخلص منا، وإذا أقدمت على ذلك فستكون نهايتها. سنقاتلهم جميعا ونعلن للعالم أن هؤلاء يمارسون ضدنا أعمالا وحشية لا تطاق. هو التحدي إذن فيما يسمونه بالتعامل العدواني للقوات الإثيوبية في الإقليم، لكن يبقى التساؤل: إلى متى سيصمد هذا التحدي؟ ثم إلى متى ستعتمد الحكومة الإثيوبية منطق القوة في تعاملها مع الأزمة في الإقليم؟ جامع نور، الجزيرة، أوغادين.